بسم الله الرحمن الرحيم. اوه ايه عليه، يلا زملكاوي. يا ابن المضحكه. اوه ايه العب باليه. يلا يا ضحكاوي. اخر الدوري والله العظيم ما قادر. اوه ايه العب باليه. بيعلي عليا النعمه. عنده صرم مني حتى وانا بخسر، عنده صرم مني حتى وانا خسران. يعني مثلا مش مثلا تقول لك ايه، يعني انا مثلا باخد مثلا ايه، باخد بطوله الدوري، فتقول هو لا يعمل مجهود عشان ياخد افريقيا. لا، انا اتعادل هو خسران. والله العظيم عندهم صرمه من ناحيتنا في كل حاجه. يا اخي يا اخي العلم، الله يحرقك تخلي عندك دم يا راجل. ابو الشيك والله. بص استنى، عايزين تضحكوا؟ ثواني بس يا عم عشان مش طالبه. اوه ايه. بص يا معلم، ده الورقه اللي بكتب فيها الكلام بتاع اللي اقوله على اليوتيوب. بص لما شيكابالا نزل، بص الايموجي اللي انا راسمه. بص ركز كده، ظهر لك. بص نزول شيكابالا. بص قسما بالله هتلاقي حتى بعديها بص فيوتشر بيضيع واحده غريبه من جوناثان الدقيقه 84. اول ما شيكابالا نزل انا عملت الايموجي بتاع الضحك اهو، والله العظيم الدقيقه 82 اهو. بص نزول شيكا عشان يظهر لك بالشقلوب. بص الايموجي. لا وبعدين بقى ايه؟ اوه ايه عليه منك لله شيكا. مين في البلد دي يقدر علينا؟ والليله ليله بالفوز الدوري ان شاء الله لينا، لا اهلي ولا اسماعيلي، نادي الزمالك هو نادينا. انا عايز اعرف يا ابني حاجه، انا يا ابني عايز افهمك على حاجه، الله يخرب بيت ام الكوره. بعد ماتش اسماك ابو قير، اسماك ابو قير مين اسماك ابو قير ده؟ ده الراجل اللي محل على النص عندنا اسماك ابو قير. يا نهار اسود، اسمه ايه؟ ابو قير للاسمده، اسماك ابو قير. ما فرقتش كتير والله العظيم. بعد ماتش اسماك ابو قير هم عملوا يعني بيقال، انا ما شفتش ماتش كويس، عملوا ماتش كويس وبيقول لك مش عارف حرس الحدود عملوا ايه. ابو قير سماد ابو قير، هم لعبوا مين؟ يا عم لعبوا اللي لعبوه، لعبوا حد تعبان، يا اسماك ابو قير يا سماد ابو قير. المهم بيقولوا لي انتوا عشان انا نسيت دلوقتي. اللي انا فيه ده، ما هو الضحك اللي بيتقدم ده هيخليني مش مركز حاجه. انا قاعد قرفان والله، قاعد اعمل كده وعايز اعمل كلام عن فيديو اليوتيوب بتاع الاهلي وقرفان ماليش مزاج، قام جايب لي المضحكه مضحكه. المهم بعد ماتش اسماك ابو قير ده وماتش حرس الحدود بتوع البحر بتوع الشط، قلت لك يا ابني يعني انا ما شفتش الماتشين عشان ما انكرش، بس بسمع كل واحد زملكاوي طالع عملنا كوره والعراب بجروس. قلت لك عراب ايه؟ وبداوا ينزلوا بوستات يخبطوا في جوميز عشان تعرف ان ثلاث ارباعهم طنبشويه مش فاهمين حاجه. انتوا كتبت الواحد تقول انا بنتخبط في جوميز ازاي؟ إيه؟ سيبك ان جوميز واخد 9 وخد وسع والجو ده. انت دلوقتي النهارده جوميز عامل كوره كويسه مع الزمالك والراجل مشي بسبب الاداره بتاعتك، ما وفرتلوش حاجات. يعني لو هنتكلم بقى في توفير امكانيات، فجوزيه جوميز ده ما توفرلوش حاجه خالص، وهاتك يا مشاكل بس وتجديد ومفيش حد بيتجدد وما بيقبضش فلوس. انت عايز ايه منه؟ قالوا لي العراب جاي. قلت له يا عم اصبر واحده واحده بس، حتى ايه تقابل بيراميدز الاول ثم الاهلي، لان هم هيلعبوا الجمعه الجايه بيراميدز. هم عندهم ماتش من الاثنين مش فاكر مع مين، والجمعه بيراميدز بعدينا بيراميدز هيلعب الاهلي الحد والزمالك الجمعه. قلت له انت بقى تشوف العراب هيعمل ايه. فانا قاعد بكتب حاجات عملها العراب ده الماتش كله. الماتش كله انا عامله 5 6 سطور. احنا بنتكلم كوره يا ابني والله بتاع كوره. فالعراب ده هيبقى في الطنبوشاويه خالص، يعني بيألف في حاجات كده معينه لما نتكلم فيها على اليوتيوب. الزمالك خسر 1-0. الزمالك خلص 1-0. ثواني يا جماعه عشان في واحد امه وسخه ما ربتوش. تعالى بتقول يلا يا ابن دمياط، بتقول يلا، بتقول ايه؟ ما تيجي طب تقف قدامي في مره وتشتمني كده. انا مش هضربك ما تخافش، انا هضربك بالشبشب، بالشبشب لانك عامل زي الصرصار. هضربك بالشبشب، ده بيبقى عجز، ده بيبقى عجز عندك. لو عندك مشاكل في التستوستيرون العبد لله جيماوي قديم وغاوي الحاجات دي يعرف يعالجك. ده بيبقى عجز، ما تخش تقعد تشتمونا وامهاتنا كده واشتباب وشتيمه عشان الكوره. فانت في مشاكل، لو في مشاكل قول لي اعالجك عادي، مش عيب، ومش هقول لحد والله ما تخافش. ابقى ابعت لي وانا اقول لك تعمل ايه. يمكن تحس انك راجل، ما انت مش قادر افهم داخل يعني.
اوه ايه العب باليه يلا زملكاوي. يا ولاد المضحك يا ولاد الايه. العراب يا جدع، انت ده العراب. فيوتشر عايز اقول لك، فاكرين لما رحت ماتش الاستاد، لما رحت الاستاد ماتش فيوتشر بنك الاهلي، كنت رايح لغرض ما برضه، حاجه كده كانت شغل يعني. فكنت بتكلم مع حد على فيوتشر، قلت له يا معلم انتوا مش تكسبوا حد، وانا قاعد مع شخص بنتكلم في كلام كوره الشغل، بقول له يا معلم مش هتكسبوا حد، المنظر ده الفرقه رايحه في الطراوه، محتاجه حتى روح، محتاج شويه لعيبه، بس ممكن تكسب الزمالك. قال لي يا عم استاد بكري انت بتقول، قلت له ما هي دي الفرقه الوحيده اللي بتنزل تنقط، دي الفرقه الوحيده اللي بتنزل تنقط. قال لي يا اسلام اسمع بقك ربنا، هكلمه بعد الماتش، لان هو حد شغال في الاداره هناك في الجهاز الفني، الراجل مش عارف مزيكا، هيتبسط والله العظيم، هيتبسط. الدوري اهلاوي يا ابني طبعا، سيبك من الكلام ده كله. انا قلت لك كذا مره انا بفكر في افريقيا، الدوري اهلاوي، نازلين يلعبوا على ضربات جزاء، هم نازلين يلعبوا على ضربات جزاء بس. استهدى بالله كبر دماغي اللي بيشتم، انا مكبر دماغي يا عم، انت مش فاهم بضحك ازاي يا احمد، بس في حاجات كده الواحد حابب يرد عليها من انبساطه. انت بتهزر ازاي ما نضحكش؟ انت فاكر متخيل اللي بيشتموني دول بيضايقوني؟ بالعكس والله يا عم، لما واقف هو قاعد ورا الكيبورد وبيبقى زي ما قلت لك عنده عجز، بالعكس لما انا بديله بالشفا اللي بيشتمني دوت يبقى عنده مشاكل في التستوستيرون، هرمون الذكوره. لازم تاخدها قاعده كده، هرمون الذكوره لما بيعلى عند الرجاله بتتصرف تصرفات الرجاله، لما بينقص زي دول كده فتلاقيه دخل يسب ويشتم عشان يقول لك انا عتريس. هم جمهور عتريس بقول لك، وانما انا عتريس. شفت انا شتمت الواد الاهلاوي ده ازاي؟ ما سكتلوش، شتمته يا ولا. يا ولا يا جامد انت يا شبح اللي بتشتم على اول ربوك. عارف اضحكك في حاجه؟ عارف الواد اللي شتمني دوت، شفت له حد عمل لي منشن لفيديو على عنده في حاجه، بيرفع فيديوهات للرداحه. انت متخيل تخش عندي اعوذ بالله يا رب من كلمه انا وربنا ما يجعلني من الناس اللي شبه دول، ابقى ذكر كده وشي شبه الرجاله، رافع فيديو البت وبقول لك وكاتب عليها الحراقه اللي مديها الاهلاويه بالجزمه، ده ندفن نفسي قبل ما اعملها. شوف حتى هو ما احترمش تستوستيرونه، ما احترمش هرموناته، ما احترمش اللعمه اللي ربنا رزقه بيها، ان خلقه راجل. بس هي بتبقى رجاله كده، هو عايز يتنسون، هو وربنا خلقه ووهبه التستوستيرون ووهبه نعمه الرجوله، انما هو منسون بيرفع فيديو للرداحه، ما انتوا عارفين عامل بلوك، بس ما هو يعمل شير عادي، فاهم ازاي؟ من صفحات ثانيه، صفحه ثانيه تقريبا ليها ما اعرفهاش، لقيته مشير لها الفيديو وبيشتم فينا وعامل لي منشن وبيشتمني يا ابن الناقصه. قسما بالله كنت حاسس ان هم هيخسروا، رغم ان فيوتشر مقدم اسوأ موسم ليه السنه دي. مش معقول حل يصعب على الكافر سيبونا نزعل شويه، مش كده بقيت بحس ان الزمالك اللي بيعدل المزاج حاجه مرار والله. اه والله هاجر، انا الصراحه عشان مابقاش كداب، انا ما توقعتش الخساره ولا التعادل. انا حتى لما اتسالت في اللايف اللي عملته قبل الماتش الزمالك هيعمل ايه يا اسلام، قلت هيمسك فيوتشر يزح 4-5. يا جدع ما جوش بقالهم 5-6 ماتشات ما بيجيبوش اجوان، فيوتشر ما جابش اجوان غير في نادي الشمس. انت طلعت القمر يا ابن المقبوله. فيوتشر كفرقه ما جابتش جوان غير في نادي الشمس، انما انت بتاع عزيزه طلعته بتاع عزيزه اللي واخد في الجيزه، طلعته القمر يخرب بيت ابوك. نزعل والله العظيم، قاعد طول الماتش عامل كده وعامل كده وعامل كده، قرفان بقى. ما انا بشجع كوره يا عم ومشجع اهلاوي، حالي انا حالي قرفني، انا هشغل بالي بدول ليه؟ طيب انا قرفان، خليني في اللي انا فيه، انما ابن المضحكه ده لازم يعدل مزاجي، يقول لي عليا النعمه يا اسلام انت زعلان، مالك يا عم؟ انت مركز تاني والنهارده المفروض كنت انا اكسب وخليك مركز تالت، لا اكسب انت الماتش الجاي بيراميدز واركب الدوري وفلق يا باشا. اركب وفلق، عندي بيراميدز بنقطتين، ويجي بقى الزمالك ابو الجمعه الجايه يقوم وقع لي بيراميدز، يقوموا عاملين درو متعادلين مع بعض، اتعشت الدوري خلص. اوه ايه عليه يلا زملكاوي. والله العظيم يا نجوى دي حقيقه، ربنا يرحمنا بالزيطه بتاعتهم، دي حقيقه والله. اول ما شفت الشيكه وش السعد قلت خلصت مين ده؟ انا بص الايموجي اللي عامله، بص تاني، بص هتلاقي الدقيقه 82 عشان هتظهر لك بالشقلوب نزول شيكه. بص الايموجي اللي انا عامله، انا عايز تركز على الايموجي بس، بص هتلاقي اهو نزول شيكه، بص الايموجي، حاجه ضحك السنين، حاجه ضحك السنين. فيوتشر اول ماتش يكسبه يا بلال، ده اول ماتش يكسبه، بس تقريبا اول مره يجيب جول من كام ماتش، ما بيجيبوش اجوان، فيوتشر مش موجود عشان بس اريحك يعني. موتر اللي ما جابش جوان من ايام ما كان فيوتشر، والله دي حقيقه، ويرجعوا يقول لك بقى بالونه يا فادي.
بالونه، وامام رفع البالونه، وشيكابالا اسطوره غصب عن اي حد طبعا يا معلم. ما انا قايل لك قبل كده انه اسطوره، بس ده اسطوره اهلاويه. انما هتحطه في اساطيرك وتعتبره اسطوره زملكاويه، هديك على دماغك. الاسطوره الحقيقيه شفتوها نزل هاجر. لا الزمالك بعد ما يعمل ماتشين كويسين يدخل بعديها كانه كسب افريقيا، جمهورهم بيساعد اللعيبه على كده. المشكله هاجر انه مش خصم. فاكر لما اتسالت على موضوع شفت الزمالك اسلام بتاع جروس مع الحرس ومع اسماك ابو قير دوت، يا ابني دول ماتشين ما تحددهمش. ده انت اسماك ابو قير ده كمان كسبته، يعني مش عارف قعد فتره كبيره معاك متعادل. ده مش تقييم، مش تقييم خالص. انت حبيبي ورا افكارك اقرا افكاري. ثواني يا جماعه عشان في ناس تانيه بتشتم. احنا يا جماعه اللايف ده انا برحب بالسبابين، برحب بالسبابين. ازيك يا ابن العبيطه. انا برحب بالسبابين. انت يعني انت الزمالك هناك كده عليك. طب يا ابني انت اهو، انت الزمالك هناك كده، هناك كده عليك، وجاي تشتمني انا، تطلع في شتمتك فينا، ما تروح تشتمهم هم. يا ابني انا مالي يا ابني، تشتمني انا ليه؟ طيب تحس بالعجز طيب، فداخل تشتمني انا تحس بالرضا كده؟ لو ده هيحسسك برجولتك يا عم الله يعينك. لو ده هينعنش لك الدنيا كده ويخليك بصحه كويسه، بدل ما انت راجل مستنطع كده وداخل تشتم وتسب وتقل ادبك على الناس، خلاص يا عم اشتم. بس انا مالي يا ابني؟ هو انا جوناثان؟ هو انا العراب يا ابني اللي بلاعب محمد عاطف انسايد وينجر، وبلاعب مصطفى شلبي انسايد وينجر، وبلاعب بيزوز رقم 10؟ انتوا بتقدموا ضحك يا ابني. لا حول الله يا رب. الزمالك مفيش من غير عبد الله يا عم. لما بقول لهم كده بيزعلوا، سيبك منهم. شايف بيراميدز هيخسر ماتش الاهلي والزمالك اللي جاي ولا ايه؟ باذن الله. حاسس مش كوره، ككوره بيراميدز افضل من الاهلي ومن الزمالك، الحق يتقال. كسكواد ازيك يا ولاء، ازيك يا محمد. انما كجمهور لا، ممكن نكسب ان شاء الله بيراميدز بسبب الجمهور. عم الناس شيكابالا طبعا. انا وامام انا وامام بنعمل لهم مشاكل. شكلنا هنخسر من بيراميدز. لا ما اظنش، ما اظنش والله. كفايه اللي عندنا من ايه يا محمود؟ بما انه لايف السبابين عايزين نمسي على الجرجيري اللي كان نفسه يصدرها. يا عمل لي بلوك. عم الجرجيري كل شويه يشيل البلوك ويرجع يعمله لي تاني، يشيل بلوك ويرجع يعمل لي بلوك. فما شفتش المنشن اللي انت عملته لي منشن عنده في البوستات الاخيره. ربنا يخليك يا نجوى. الشتيمه بتاعتهم دي تريحكم، مش هيخش يشتمها غير اللي تعبان. ما هم لما بيحفلوا عليا الزملكاويه اللي عندنا بقى، الزملكاويه المحترمين اللي عندنا في البيج، لما بيخش يحفلوا انا بزعل. ما هو طبيعي لما انا اتعادل مع فاركو واتغلب مش عارف من مين يخش يحفلوا عليا، ما دام في حدود الادب ازعل ليه؟ ما هي الكوره كده. شفت سبحان الله. بس هم اغبياء ما يفهموش اصول التحفيل. اصبر يا طرنش، طول ما انت فرقتك مضحكه اصبر يا طرنش. انت مش مشجع عبيط كده، اصبر حفل عليا ما قلتلكش لا، بس استنى لحد بكره. النهارده بقى العيال الزملكاويه المحترمين هيختفوا، هيعملوا نفسهم ما يعرفونيش مش موجودين، ويظهروا بقى العيال السبابه بنت السبابه. العيال اللي جروس عمال يشتغلهم وقاعدين، مين في البلد دي يقدر علينا؟ لا اهلي ولا اسماعيلي. الزمالك هيبقى اكتر فريق في افريقيا محقق الكونفدراليه، حتى دي يا اسلام مش هيعرف ياخدها. حتى اللقب ده مش هيعرف ياخده. حبيبي يا حسن ازيك. حتى اللقب ده احسن لاعب في المباراه شيكابالا طبعا، نزل خلص الماتش. مالك فيه؟ انت بتهزر ولا ايه؟ ايه يا جدع؟ بيراميدز لو كسب اخر الدوري، لو كسب الاهلي يعني ما انت لسه هيبقى عندك ماتش معاه الدور الثاني لانك هتصعدوا سوا. بس ان شاء الله هنكسب. ما هو كده كده الجمهورين يا ولاء، في ناس هنا مش محترمه، في ناس هنا مش محترمه، في ناس ما شافتش ربايه. امك وعلها، امك وعلها. انا من عين شمس يلا، يبقى تعالى عين شمس، يبقى تعالى حماده. ثواني بس يا جماعه عشان بحب اشوف الصور شويه بتاعت العيال. ايه ده؟ يالا ده انت شبه وش رجلي وهو نايم، وش رجلي كده وقعت على الارض. ايه ده؟ يالا ده تعرف تضرب حد؟ ايه ده؟ يالا المنظر ده، يا رب سامحني يا رب، خلقتك شريفه. المناظر دي يا جماعه والله عيب يا جماعه. اعمل سكرين. انت مستنى والله حلو، خليه يجي زحف هو وامه. استنى بس كده خلاص، هيجي عاطف هو وامه بعد كده. حبيبي يا حسن ازيك. شيكابالا احسن لاعب في الماتش. رايك في علي الفيل؟ كمان ماتش حلو. الفرقه كلها عاديه قوي يا محمد خالد، خد بالك ما تقيمش خصم هيلعب قدام الزمالك. حتى علي الفيل عادي، لكن لو اوعى تكون بتتكلم، لو بتسالني في العموم يا سيدي كويس، لو بتسالني في العموم. انما لو انت قصدك انه يجي الاهلي وبتاع، لا دول عمرهم ما هيرتاحوا. علي العيال اللي تشتم دي مش هترتاح، سيبهم. ده تعب يا اخي، سيبه يرفع عن نفسه عندنا شويه. انا النهارده والله كنت المفروض جبت شويه طقم بلالين، بس انا ما تخيلتش نادي قدام فيوتشر.
ما هتعمل ايه قدام بيراميدز الجمعه الجايه؟ ده بيراميدز هيدقك كده دقه بنت كلب، ده هيمسكك في الاستاديوم معبيك 4-5 والله. ازيك يا عبد الله؟ لا الزمالك ما بيخليناش حزنانين، انسى. علي الفيل كان عامل ماتش حلو بس ما انا عشان كده بسالك يا محمد، ما تكررش الكومنت بقى. رايي فيه ايه؟ يجي الاهلي؟ لا، مفيش حد يجي الا من زد. انت كمان يا ولاء من عين شمس احسن ناس طبعا، بلد الرجاله. ازيك يا هيما؟ هي هيكون كولر؟ اتمنى والله، ما اعرفش. نورهان بتاعت الفرانكو، يا ازيك يا نورهان؟ يا اسلام ده الفريق ضحك، بس دي حقيقه نورهان، ده الفريق مضحك وبعدين مرضي، جبر الخواطر برضه، هيسيبنا زعلانين كده. الدوري الاهلاوي مع اننا وحشين قوي بس بتبان بكل كومبارس يا معلم. والله سيبك من قصه الدوري ما يقلقش، انا بس يهمني بيني وبينك بصراحه افريقيا، يهمني نأدي نلعب بس كوره. حبيبي يا عمرو تسلم. ماشي يا محمود، والله نصيحتك برضه حلوه، عندك حق. حبيبي يا يوسف. الواد غنام كويس في كل الماتشات، ورشدان حرام يطلع من الاهلي. رشدان شكله كويس، والواد غنام كده كده بصراحه، هو رمانته نص ملعب بتاعتهم من بدري يعني. يا شيفا بس ما تقلقش، انا مش متضايق، مش مستفز يعني. بيعرف يلعبوا قدام بيراميدز هاجر، دي حقيقه. ما انا لسه، انا قلت ايه في اول اللايف؟ هو يتغلب النهارده واجي باذن الله انا اكسب بيراميدز الماتش الجاي، ويقوم هو جاي من الجمعه الجايه كسبان بيراميدز. تخيل انت بقى. يبقى الواحد عايز يفضل مكشف من ناديه، يجي ابن المضحكه يضحكني، ما لهمش حل والله. رب حبيبي يا عمرو ازيك؟ بيراميدز ما بيحزقش قدامهم. خلاص بقى يا عمرو، احنا ما بنردش عليهم، كفايه كده ضحك يا جماعه بقى لحد كده، كفايه ضحك. كنت قاعد والله هنكتب كلمتين حلوين ونطلع نتكلم كوره على اليوتيوب، لكن يلا الظروف. بطلت تيجي الجيم يا اسلام عمر؟ يا عمر انا عندي اصابه وحشه شويه كده، بعد الشر عنك يعني، فممنوع من الجيم خالص. لما باجي الجيم ساعات باجي، بس بدخل الساونا والستيم بس، ما بكملش ما بتمرنش، ممنوع اشيل حديده، فممنوع خالص. مينا ساعه كوبايه الشاي لكن في الاستاد بقى دي خلاص يا مينا بقى. هتشجع مينا اسلام لحد الليفر ولا السيتي؟ الاثنين ولادي والله يا ابني، الاثنين ولادنا. انا مرموش فرحان له قوي 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 قوي. ربنا يخليك يا سيف، بس انا مش في دبي دلوقتي، لما اجي دبي انا حاليا في مصر. ان شاء الله يا علي هنكسب بيراميدز، اتفائل خير باذن الله من الجمهور. خدتها سكرين يا هاجر، خدتها سكرين بيني وبينك، في ناس كده فاهمه. خدت اللي انت عامله لي عليها ريبلاي سكرين، خدت 2 كمان، واحده ليها واحده لحاجه ثانيه. بصراحه زعلان على الواد محمد شحاته، مفتقدين حد زيه عندنا. والله يا محمد يا زيدان جدع، ربنا يفتح عليك قبل ما يغلب بصيرتك، عشان لما بتقول البقين دول الناس بتزعل. ومروان عطيه احسن محمد شحاته، براحتك. مش فاهمك يا بلال. اسم قناه على اليوتيوب نفس الاسم، اسلام ممدوح بوكس تو بوكس. الله يسلمك يا سيف. ان شاء الله هنكسب بيراميدز ان شاء الله، متفائل، حاسس بس جمهور هيختلف، ماتش هيحصل كتير. لا ما تقلقش يا سمير. الولد اللي حلو عندهم عبد الله حافظ، كان فري السنه اللي فاتت، كان نفسي نجيبه بس ما لعبش اساس النهارده، بس عيل حلو. فين راجل المباراه؟ مين؟ شيكابالا طبعا، شيكابالا طبعا هو راجل المباراه ديت. حضرت ماتشات دبي كلها يا سيف، كل الماتشات اللي كانت في دبي. لو قصدك غير الاهلي، لا ما بحضرش غير الاهلي بصراحه، لكن كل الماتشات اللي كان الاهلي والزمالك بيجوا فيها هناك كنت بحضرها. حتى ماتشات الاهلي غير الزمالك كنت بحضرها، بتاعت دبي طبعا، ما انا عايش هناك، لكن بقى لي فتره انا في مصر. مين اللي فاز؟ فيوتشر مودرن سبورت، اللي يكسب هنشجعه. على مين يا هاجر؟ الله يسلمك يا عمر، الله يسلمك يا عمر يا حبيبي. لا يا عم ما تقلقش، ان شاء الله خير بسيط، ان شاء الله خف عن قريب. انا بعمل علاج طبيعي وربنا يعدلها يا عم، يعدلها على خير يعني.
بس نصيحه بقى مني ليك ولاي حد، يعني ابعدوا عن تمرين السكوات ده. انا سبحان الله فاكر كنت بقول لكم ما بحبوش، وما اتمرنت الفتره الاخيره كده بزياده. ببعت على جروب التليجرام يا محمد يا حربي، لما بنزل حاجه على اليوتيوب او هطلع على اليوتيوب ببعت على جروب التليجرام. روح على التيك توك، التيك توك هتلاقي في البايو كل السوشيال ميديا اكونتس كلها. هتلاقي اليوتيوب وهتلاقي الجروب التليجرام والانستجرام كمان. ببعت على جروب التليجرام هنطلع دلوقتي يا جماعه هنعمل كذا، فاهمني؟ شحاته بيلعب 8 من 6، بس هو اساسا بيعرف يلعب 6. شحاته بيعرف يلعب 2، ومروان اساسا كان 8. ما تفكريش بقلبك، ما تفكريش بهنا، ما تفكريش بقلبك. انا عندي لو عندي محمد شحاته مش هلعب مروان عطيه بصراحه يعني. ما هو ده بقى دور مدرب يا محمد، ان انت محمد شحاته لو عنده شويه اندفاع، عنده شويه حاجات كان يوماني ممكن تخلصها له. ازيك يا احمد؟ على السيتي والليفر اللي يكسب هنشجعه على رايك. مش فارقه معايا بصراحه، هبقى قاعد مستمتع بالكوره. بس جاي في يوم، هو انهي يوم بالظبط؟ هو السبت ولا ثواني يا جماعه. هو السبت ولا لحد الماتش؟ بس نسيت. حتى لو لحد يولع هروح الاستاد طبعا. فالاهلي راح ولا جاي، اهم بحاول بقى اتفرج عليها على التليفون. انا كده كده عندي ميني سبورت على التليفون، فربنا يعديها على خير. الحمد لله يا فارس، والله في نعمه. طب حلوين بقى، خلاص بقى كده نقفل عشان كنا لازم تخرج. هزرنا وحفلنا شويه، مش هقول لك بقى اشوفكم مش عارف على اليوتيوب ولا ايه، مش عارف. سلام يا حلوين.